ما علاقة دولة الجزائر الإعلام الجزائري وعلي بن الشيخ والمحللين الجزائريين بما وقع للمنتخب الوطني المغربي في نهائي كأس إفريقيا؟ بالعودة إلى أحداث ليلة نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، المساعد ديال المدرب ديال السنغال هو نور الدين بوعشرة جزائري. وقبل ما يتلعب النهائي من سافروا بالضبط منتخب السنغال من طنجة إلى مدينة الرباط، تم خرج الاتحاد السنغالي وضرب في السمعة والتنظيم والأمن ديال المغرب. وقبل منها بيوم كان خرج علي بن الشيخ وقال بلاطو ديال القناة الهداف الجزائرية أنه خاص إلا تعرض المنتخب السنغالي لشي يعني تحيز ديال التحكيم أو شي خطأ ضده خاصو ينسحب. واش ما كايناش إمكانية كبيرة ديال 99.99% أنه دولة الجزائر المخزن الجزائر أنهم اتصلوا بالمدرب نور الدين بوعشرة اللي هو المساعد الأول ديال مدرب السنغال وخبروه بهذا الشيء. وإلا شفتوا قبل يوم الفينال بيوم واحد قال المدرب ديال السنغال بأن الجزائر كانت نظمت الشان ونجحت فيه، هما لعبوا يعني في الشان كان هو المدرب ديال المنتخب المحلي السنغال وشاف تنظيم مزيان حسن من المغرب. علاش هو قحم بالضبط الجزائر اللي عندها عداوه مع المغرب في الموضوع؟ واش هادشي كامل صدفه؟ واش هادشي ما عندوش علاقه بالمساعد ديالو اللي هو جزائري؟ واش هادشي ما عندوش علاقه بكلام بن الشيخ اللي قال بان خاصهم ينسحبوا الا وقع لهم شي تحيز او يعني تعدوا عليهم في التحكيم او وقع لهم شي حاجه يعني هيئوهم؟ واش ما كتشوفوش بان انا راه تصدمت، راه مابقاش فيا الكاس اننا خسرنا، لا واخا كون ربحنا الكاس عمرني ننسى ديك اللقطه اللي دار انه كيقول لعابه خرجوا المدرب السنغال. واش ما كتشوفوش ان خطوه جريئه انك يعني تقدر دير هذا الفعل هذا؟ المدرب ديال السنغال لو ما كانش لقى دعم ولقى قبل انه كل شيء هاجم عليك، انه كل شيء ضد القاره باكملها والاعلام السنغال والجزائر وعارف كل شيء ضدك، وبالتالي هو راه عارف عقوبات، عارف ان كل فريق او منتخب او لاعبين كيغادروا الملعب كيحصلوا على صفرة، واذا غادرتي يعني الفريق كامل غادر الملعب راه صافي خسرتي اللقب. هو غادر ورجع وعارف بان كان غيتعرض للتوقيف من طرف الفيفا ومن طرف يعني الكونفدراليه الافريقيه، ولكن رغم هذا الشيء دار هذه الخطوه هذه. واش هذا ما عندوش ضمانات؟ واش هذا ما عندوش دعم مسبقا؟ فبغينا ولا كرهنا حنا كنقولوا الاعلام الجزائري غير يعني وحدين حماق ما عندهمش قيمه، وفعلا مي شاك جور برامج ضد المغرب، ضد دوله المغرب، ضد المنتخب المغرب، ضد فوزي القجع، ضد المدربين اللاعبين المغاربه، ضد كل ما هو مغربي، نجحوا في التاثير وترجيح المنتخبات على كافه المنتخب المغربي. نجحوا في حمله ضدك وبينوا يعني الاعلام الاجنبي للناس اللي خارج افريقيا واللي داخل افريقيا بانك انت غتاخذ هذه الكاس هذه بفضل التحيز للتحكيم ليك وبانك شاري التحكيم. هما ما كانش عندهم قيمه، من اللي زاد اكد او اللي عطاهم قيمه هو الاعلام المصري. الاعلام المصري هو اللي قالب عليك وكان ضدك، وبالتالي الجزائر نجحات في داكشي اللي بغات. والسنغال اكبر جو او اكبر جاليه كاينه في المغرب هي السنغال، كاينه في المغرب عايشين معنا وكياكلوا منا، والناس ديالهم من السنغال كيجيو هنا حافظات القران ويعني وعلاقه تاريخيه بيننا وبين المغرب، ويقدروا يديروا داك رده الفعل او ديك التصرف الشيطاني اللي من طرف الجماهير من ياخذوا لاكوب دبزوا مع الامن ديال الملعب وكانوا كيضربوا الامن ديال الملعب. الاتحاد السنغالي قبل من انتقلوا من طنجة للرباط وداك البلاغ، ومن بعد كيخرج الوزير او كيخرج يعني واحد منهم يقول باللي كتجمعنا علاقات تاريخيه. ما عندنا ما نديروا بهذه الهضره ديالك بهذا الكلام ديالك، سير كولو ان علاش وصلتي للمبتغى ديالك، وسختي السمعه ديال المغرب، قلتي حوايج اللي ما كاينينش، وبالتالي ديك ملي كتجي تعتذر ما كيبقاش عنده قيمه. فاليوم
حنا كمغاربه، كدوله مغربيه، كشعب مغربي، ما خصكش تنسى هادشي اللي دار لك الاعلام المصري وديك الباجات اللي فيهم 5 المليون. لا ماجي كانوا ولا الاهلي، وماجي كانوا اللي كانت يعني محجوبه على المغرب، ما كتبانش يعني في الموقع الجغرافي ديال دوله المغرب كامله، ما كتبانش لك حتى جات كاس افريقيا. والكلام اللي كان كيقول عليكم في الاول مزيان وكلشي مزيان والمغرب باش تشجعوهم. وديك اهلي اليوم، وديك المراسل التونسي، وديك المراسل الجزائري، حنا انفتحنا بزاف، بالغنا في انفتاح على الافارقه، بالغنا اننا كنمدوا يدينا بجوج، مديناهم للافارقه والعرب، ولكن ما ربحنا والو. اليوم الاعلام هو من يرجح كفه منتخب على منتخب اخر. اليوم الاعلام هو من يرجح كفه فريق على فريق اخر. وكره القدم او بالاحرى الالقاب هنا في افريقيا القاره السوداء تربح قبل تلعب، لأن الإعلام هو من يربح اللقب، هو من يرجح الفريق الذي سيربح أو سيفوز بذلك الكأس أو بتلك الكأس. الإعلام المصري البكاء طيلة يعني أسابيع قبل مواجهة الوداد أو الرجاء أو الجيش، وبعد نهاية المباراة يتواصل البكاء والشكاوي والمغرب والأمن والجماهير المغربية وكذا وكذا. وهنا من هذه النقطة هذه الجماهير ديال الجيش، ديال الوداد، الرجاء، الماس، طنجة، اسفي، مراكش، جديدة، الزمامرة، الفتح، وجدة، بركان، جميع الفرق والإلترات اللي هما المنبع، هما اللي كيديروا هادشي. بارك ما تشجعوا البراني، بارك ما تكون لعبة الوداد يجيو الرجاويين يشجعوا ضد الوداد، بارك ما تكون لعبة الرجاء يجيو الوداديين يشجعوا ضد الرجاء، بارك ما تكون لعبة ليفار يكون جمهور كازا ضدها، بارك ما تكون لعبة الوداد ولا الرجاء يجي جمهور الجيش يكون ضد كازا. ما يمكنش. كمؤثرين كصحافة خاص نضامروا مع بعضياتنا، وما فيها لا ودادي ولا فراوي ولا رجاوي ولا مصاوي ولا كاملين. ملي تكون لاعب مع شي فرقة ضد، خاصك تكون مع الفرقة د بلادك. كفى، ما ربحنا والو. واليوم ما يمكنش تاخذ الألقاب بدون إعلام قوي، بدون إعلام قوي كفء واخد شهادات ديال الصحافة بالقراية ديالو بالتمارة اللي ضرب، ماشي باك صاحبي وبالمعرفة. فوزي القجع خاصك تدور بك الناس اللي قراو ديال بصح، الناس اللي كيعرفوا ما معنى الإعلام، ما معنى أنك تكون إعلامي. كاين أمور كيداروا الألقاب كيتربحوا بالإعلام وبالتوجيه ديال الإعلام. الإعلام المصري كيلوح لك تهم وكيلوح لك يعني كلام باطل ومزور، وكيخليك بحال شي عظم كيلوحوا كيخليك نتايا كتمشش فيه، كيخليك انت مدابز غير باش تثبت بانك انت ما قلتيش داكشي اولا داكشي ما كاينش، باش ما كيبقاش عندك الوقت فين تهاجم الحكم اللي تم التعيين ديالو لديك المباراه، ولا تندد ولا تخبر بشي حاجه، دير واحد القراءه استباقيه على شي حوايج يقدروا يوقعوا، ولا تحدث مع الجماهير، ولا تنبه اللاعبين، ولا تنبه تدافع على الفريق ديالك ولا المنتخب ديالك. فهما لا ما كيخليوش ليك الوقت. فخاص نفيقوا ونعيقوا، وهذا الشيء راه خطير جدا. اقسم بالله كلمه اخيره، كنت اول شخص في المغرب يتوقع وصول المنتخب المغربي الى نصف نهائي كاس العالم، وقلت بانه ممكن ان نوصل يعني للفينال، ممكن اننا يعني نفوزوا بكاس العالم. ولكن كنت انا مرجح يعني احساسي ما كيخونيش اننا نوصلوا للدومي فينال. اليوم كنقول غادي نفرحوا في كاس العالم 2026، وان شاء الله المنتخب المغربي غادي يفرحنا. والله العظيم ما يمكنش تكلب عليك كل هذه المنتخبات وهذه الاتحادات وهذه البلدان العربيه والافريقيه كيحتفلوا وانت ما درتي والو، درتي فيهم غير الخير، ويجيو في وسط بلادك يظلموك ويعني وكاملين يتفقوا ضدك وما تاخذش لاكوب. بداك التمكريب ضيعتي ضربه جزاء. واش كتعتقد بان هذا راه غير ابتلاء من الله؟ واش كتعتقد بان الله ما غاديش يجازي؟ غادي يجازي هذا الشعب المغربي كامل الطيب وعلى الكرم ديالو وعلى القلب ديالو النقي وعلى هذا التعامل وعلى هذا التنظيم وعلى الترحاب. ان شاء الله الاحساس ديالي ما كيخيبنيش. ان شاء الله غادي نوصلوا لفينال كاس العالم. انا لا اعلم الغيب، حاشا، وهذا شرك بالله، انا فقط كاحساس. ان شاء الله اما غادي يكون تكرار انجاز ديال 2022 وصلوا